هاتها من الشبكه، هاتها من الشبكه، وهوبا الكرة المصرية الكينج حازم إمام، مفيش كلام. سلطان زمانك يا ابني، سلطان زمانك يا ابني يا حازم إمام. أمتع ما يكون القميص رقم 14. اكسترا موهوب، اكسترا مهارات، اكسترا حواس، يا سلام. امبراطور. حازم امام جوه الجول، يا سلام. يظبط الناشنكا حازم الفريق النيجيري، جاب لنا الجول هناك. والنهارده الزميل حمد امام هوبا ومكان امام، جول 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 جول. يا سلام يا احمد يا امام، هوبا وجوه جول حازم امام. مفيش في الدنيا احلى من كده. وماشي حازم ومع مارك فيش، مع مارك فيش، وماشي حازم وماشي حازم ويلعب الكره بالعرض وتطلع كورنر. وماشي حازم وماشي حازم وماشي حازم ويرقص ويزقص والثانيه وداخل وشوطه حلوه. ياه عملها والله حلوه قوي حازم امام، وثبت انه لعيب كرة كبير قوي قوي قوي. يلا يا حازم، يلا يا حازم، يلا يا حازم، يلا يا حازم. ايوه كده يا ولد يا ولد يا ولد. الله الله عليك يا حازم، لعيب كبير قوي قوي قوي، ومستنيين منه كلنا بيني وبين حضراتكم اللمسه الحلوه برضه. هو ممكن كان يخلص ويجيب جون، لكن اللمسه الحلوه موجوده في طابعه الحقيقه، وبيمتع بيها الناس كلها. برافو يا حازم. حازم هوب يا حازم، هوب يا حازم، هوب يا حازم، هوب يا حازم. وجول 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 وجول. لسه بقول هوب يا حازم، وتاني بالعرض ترجع وجول وجول وجول. حازم امام، حازم امام. ايه ده ايه ده؟ هوبا اكسر بيها لجوه، اكسر بيها لجوه، اكسر بيها لجوه، وهوبا وجوه جول حازم امام، جوه جول. عدى بمهارة حلوة وهدف جميل قوي الحقيقة، كافأة على مهارته وأدائه الجميل، وهدف ثقة لحازم إمام بعد غياب وكرة ما عندهاش. القناص من الصبح جوهري بيحاول ان هو يستغل احمد حسن، ونجح احمد حسن مع الماكر المكير حازم. شوف جمال بقى الانطلاق بعد الكوره مش اوفسايد. ادي الفرق بين اللعيب المكار واللعيب الذكي، ان هو انطلق بعد لما الكره اتلعبت. شوف حضرتك، شوف ازاي مش اوفسايد، ازاي الاستلام، وازاي التفكير بسرعه، وازاي الجمال والمهاره الجميله جدا جدا اللي بيتمتع بيها حازم امام. شوف اي واحد يضرب لخمه في الحته دي، انما فكر كويس قوي وانطلق كويس قوي وخد التمريره من احمد حسن. حلوه من حازم امام، صاروخ بتخش الزاويه اليمين لمرمى النادي الاسماعيلي. بقول لحضراتكم الشوط الثاني اجمل بكتير جدا من الشوط الاولاني، كل الكره فيه. بصوا حازم امام، سيمفونيه رائعه يعزفها حازم امام، خد الكره على رجله الشمال وتسديده جميله جدا جدا جدا. متابعوا قناتنا هاتها من الشبكة، أهلا بكم في فيديو جديد. معانا النهاردة حازم إمام إمبراطور الزملكاوية في مصر.
حازم امام اللي اعتزل كرة القدم في 2008 بعد حكاية طويلة ومثيرة. صحيح تم ترديد رواية أخرى، ولكن الرواية الحقيقية لا تخفى على أي زملكاوي أو أي مصري في ذلك الوقت. 2004 بعد أن تزوج حازم إمام أشيع أنه مش قادر يلعب ولم يستطيع قادر على أنه هو يقدم جديد مع نادي الزمالك، فرفعوا هناك من رفع لافتة ارحل يا حازم أو كفاية يا حازم. كانت هذه جماعة مستأجرة من بعض الموجودين في مجلس إدارة نادي الزمالك وعدد الصحفيين في ذلك الوقت الذين توعدوا حازم إمام باعتزال كرة القدم لسبب غير معلوم بالمرة للكافة، ولكنه كان معلوم في نفسهم هم، والأمر بعد ذلك لم يعد خفيا على أحد. حازم إمام لما اعتزل كرة القدم كان واخد بطولة الكاس، رغم أنه كانوا بيقولوا أنه خلاص شطب كرة ولم يكون قادرا على الأعضاء. السبب اللي خلى حازم إمام انه يعتزل كرة القدم مبكرا رغم انه كان في ذروة عطائه الرياضي، انه الكابتن او المدير الفني لمنتخب مصر حسن شحاتة لم يستعين به بالقائمة التي شاركت في افريقيا التي اقيمت في مصر في ذلك الوقت. حازم إمام كان أول لاعب في الشرق الأوسط يحترف في الكالتشو الإيطالي من بوابة نادي الأودونيزي، ثم بعد ذلك اتجه إلى الدوري الهولندي وقضى هناك 18 شهرا أي موسم ونصف، وتألق هناك قبل أن يعود إلى الدوري الإيطالي في 2000 والعودة إلى نادي الزمالك من جديد. حازم إمام صنف بأنه أحسن صانع ألعاب في إفريقيا في نسخة 96. حازم إمام كذلك الأمر فاز بجائزة أحرف لاعب في العالم في بطولة ودية شارك فيها روبرتو كارلوس وشارك فيها ديفيد بيكهام، وما بالك بالاثنين من عظماء كرة القدم وخير من لمس الكرة في الفترة الأخيرة. كذلك الأمر لدينا ممكن أن نتحدث عن حازم إمام ونقول أنه فاز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الإفريقية رفقة المنتخب المصري نسخة 95، وفي ذلك الوقت أصيب في بداية اللقاء في بداية المباراة النهائية، ولكنه أصر على استكمال المباراة ولعب حازم وسجل هدف الفوز للمنتخب المصري وتوج بالميدالية الذهبية، ثم فوجئ بأنه فقد وعيه وذهبوا به إلى المستشفى، وبعد خروجه لم يدري ماذا حدث له في هذه البطولة. هذا قليل من كثير يمكن أن يقال عن حازم إمام الذي ظلموه في الزمالك، ولكن ردت إليه الجماهير اعتباره فيما بعد، فله قصص وحكايات مثيرة سنسردها معكم في حلقات أخرى، فتابعونا على هاتم الشبكة كرة زمان عندنا وبس. يا رب تكونوا استمتعتوا باللقطات النادرة والحصرية لثعلب الكرة المصرية حازم إمام. استنونا في مفاجآت أكتر وأكتر ملهاش نهاية على هاتها من الشبكة. كرة زمان عندنا وبس، حاجتنا حصرية ومش هتلاقيها عند حد تاني. وهاتها من الشبكة، هاتها من الشبكة.